أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، وأهلا بكم في هذه الحلقة الخاصة والتي سنتحدث فيها حول رسالة القائد عبد الله أوجلان إلى المؤتمر الثالث للإسلام الديمقراطي، والذي عقد في مدينة آمد تحت شعار الإسلام الديمقراطي، الإخلاص في الإيمان والحرية في المجتمع. الرسالة لم تتوقف عند البعد الديني أو الفكري فحسب، بل تناولت أيضا قضايا الديمقراطية والتعددية وحرية المرأة والتعايش بين الشعوب، مؤكدة أن وثيقة المدينة تمثل نموذجا تاريخيا للحياة المشتركة بين مختلف المكونات الدينية والثقافية، وأن الحل لأزمات الشرق الأوسط لا يمكن في تعظيم سلطة الدولة بل في بناء مجتمع ديمقراطي. طبعا تأتي هذه الرسالة مع استمرار النقاشات السياسية والقانونية المتعلقة بحق الأمل، وبعد أن ركزت لجنة وزراء مجلس أوروبا في اجتماعاتها الأخيرة على التشريعات المنتظرة التي يمكن أن يصدرها البرلمان التركي بشأن هذا الملف، مع إعادة طرح أسئلة عديدة حول مستقبل المسار القانوني والسياسي للقضية ومدى ارتباطها بعمليات السلام وبمشروع المجتمع الديمقراطي الذي يدعو إليه القائد عبد الله أوجلان. لمناقشة هذه التطورات مشاهدينا الكرام وبعدها السياسية والقانونية، يسعدنا أن نستضيف ضمن هذه الحلقة الخاصة سينضم معنا السيد طارق حمو، باحث في المركز الكردي للدراسات. سيد طارق، مرحبا بك على شاشة روجافا في حلقتنا الخاصة. تحياتي، مرحبا. أهلا وسهلا بك. كما أرحب بضيفي في الاستديو السيد محمد أمين النعيمي، ناشط حقوقي. السيد محمد، مرحبا بك ضمن حلقتنا وعلى شاشة روجافا. وبكم أكثر، نتمنى لكم التوفيق، وتحية خاصة للضيف العزيز في ألمانيا. أهلا وسهلا بك. سيد محمد، يعني أهمية توقيت رسالة القائد عبد الله أوجلان إلى مؤتمر الإسلام الديمقراطي، وكيف يمكن قراءة هذه الرسالة؟ تفضل. طبعا نبارك لهذا المؤتمر، ونتمنى أن يخرج بمخرجات تحمل مضامين الرسالة التاريخية التي وجهها ريبر أوجلان لهذا المؤتمر، وكيف أشار أو وضع البنود الأساسية الفاعلة التي من الممكن أن تلعب الدور الحقيقي في العمل على رسالة محمد، وخاصة تلك التي يفهم منها بنتيجة الهجرة من مكة إلى المدينة، وكيف كيف أشارت هذه الرسالة إلى الخروج والتحول من واقع المركزية إلى واقع اللامركزية، المركزية التي كانت موجودة في مكة واللامركزية التي تحققت في المدينة المنورة، وأكبر دليل على ذلك وثيقة المدينة المنورة. هذه الوثيقة التي تعتبر الوجه الحقيقي، التي تعكس الوجه الحقيقي للإسلام الديمقراطي، هذا الإسلام الذي نستطيع بكل تأكيد أن نقول الإسلام المحمدي، وليس العكس، وليس الإسلام السياسي الذي نراه ونشاهده وندفع ضريبة ممارسته على أرض الواقع. نعم سيد محمد، سأعود إليك. سأنتقل أيضا إلى ضيفي السيد طارق عمو. سيد طارق، يعني ما الرسائل السياسية التي يمكن استخلاصها من حديث القائد عبد الله أوجلان عن السلام والمجتمع الديمقراطي، وكيف قرأت رسالة القائد إلى المؤتمر الثالث للإسلام الديمقراطي؟ تفضل. تحياتي لك وللضيف الكريم والمشاهدين. طبعا الرسالة تأتي ضمن المنهج والمشروع الذي يعني وطده القائد الكردي عبد الله أوجلان منذ أعوام طويلة حول يعني الإسلام الديمقراطي الذي يجب أن يكون علاقة أخوة بين الناس، علاقة اجتماعية، علاقة تساهم في ترسيخ السلام وفي ترسيخ المحبة، بعيدا عن أن يكون أداة بيد السلطات الحاكمة لكي يعني تمرر هذه السلطات من خلال هذه الأداة مشاريعها وسياساتها. أي بمعنى أنه الإسلام هذه يعني الشحنة الروحية الموجودة لدى البشر في تلك المنطقة يجب أن تكون في مكان سامي، في مكان عالي، مكان روحاني ممارس على صعيد اجتماعي، على صعيد
يعني تراحم، على الصعيد علاقات رعاية ومساعدة وتعاون، لا أن يكون يعني محط خلاف أو محط يعني يستغل من جانب الحكومات ومن جانب الأحزاب الحاكمة لكي تشق صفوف المجتمعات، ويتم استخدام أطراف وفئات ضد بعضها البعض، كما نشاهد في العديد من مناطق الشرق الأوسط. يعني هناك دول الآن تحكمها أحزاب ذات توجه إسلام سياسي، وهذه الأحزاب تقوم على تفسيرات محددة ومجتزأة من الدين الإسلامي الواسع، واستخدام هذه التفسيرات لمصالحها الضيقة، لمصالحها السلطوية، ضد أطراف أخرى، ضد يعني فئات أخرى، ويتم البناء على المذاهب هنا وعلى الطوائف هنا وعلى يعني كتب تم تصديرها منذ أكثر من 1000 سنة. يتم الاعتماد على تلك الكتب وعلى تلك الفتاوي في تمرير مشاريع سياسية فيها الكثير من السلطة والمال في وقتنا هذا. وسيد أوجلان دائما يعني يركز على الجوانب السمحة، الجوانب التي كان فيها اتفاق وتعاون وقبول بين الناس، وهنا يطرح دائما وثيقة المدينة. وطبعا هو منذ أعوام طويلة وفي مرافعاته كلها عندما يأتي ويتحدث عن الدين الإسلامي وعن استخدام واستعمال السلطات الحاكمة لهذا الدين ضد الشعب الكردي، يعني يتحدث عن وثيقة المدينة باعتبارها نقطة مضيئة، وكانت الأساس في أن يعني تتقبل مجتمعات المدينة آنذاك، المجتمعات العربية واليهودية الموجودة تتقبل بعضها البعض، ويعني يتم أيضا تضمين حقوق المرأة أو مراعاة الحقوق التي كانت موجودة. يقدم هذه الوثيقة كإطار للتعاون والتعاضد والتفاهم في وقتنا الحالي. وهو إذن يقول الإسلام الديمقراطي، بمعنى أنه نخلق نحن صيغة نستند فيها على حوادث تاريخية جيدة وفيها تسامح كبير مثل حادثة وثيقة المدينة، ويعني نطرح هذا الإسلام الديمقراطي لكي يكون صيغة تعاون بين المجتمعات في منطقة الشرق الأوسط. نعم سيد محمد، يعني أين يقف ملف حق الأمل قانونيا اليوم تأتي هذه الرسالة في ظل المسارات القانونية وأيضا النقاشات حول حق الأمل للقائد عبد الله أوجلان، وماذا يعني تركيز لجنة وزراء مجلس أوروبا على القوانين التي سيصدرها البرلمان التركي؟ شكرا. لابد من التأكيد على مسألة هي في غاية الأهمية، ألا وهي أن حق الأمل مكانة هذا الحق، قاعدة وبنيان وأساس هذا الحق هو القانون الدولي. هذا الحق يجد مكانه واسعا في القانون الدولي، بدءا من المادة الثانية من الميثاق العالمي أو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة الثالثة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والمادة السادسة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، ومرورا بالمادة السادسة والسابعة من نظام روما الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية لعام 1998، وبالعودة أيضا إلى المادة الثالثة من اتفاقية منع أو قمع الإبادة الجماعية لعام 1948، وبدلالة الاتفاقية العالمية الأممية المتعلقة التي تعرف باتفاقية فيينا لعام 1984 لجهة انسجام القوانين الوطنية مع القانون الدولي. ومن حيث النتيجة نؤكد على نقطة هي أيضا في غاية الأهمية. أولا، غياب هذا الحق من في القانون التركي. طبعا هذا الأمر يشكل مشكلة كبيرة للدولة التركية الرسمية، وخاصة فيما يخص قضية ريبر عبد الله أوجلان، وقبل ذلك القضية التي تأسست باختطاف واعتقال أمين غوربان في
تشرين الأول من عام 1996 بذريعة الانتماء إلى حركة حرية كردستان. طبعا وفق لائحة الاتهام هم ادعوا بأنه ينتمي إلى حزب العمال الكردستاني. طبعا صدر الحكم بحقه بالعقوبة المؤبدة وقضاء كل حياته في السجن، طبعا مع الظرف المشدد. على أثر ذلك تم تقديم طعن بهذا الخصوص، واستطاعت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في مدينة ستراسبورغ الفرنسية أن تنقض هذا القرار المشؤوم لصالح الطاعن أمين قربان. وعلى هذا الأساس تكرس مبدأ حق الأمل بشكل عملي وفعلي، سواء وبالدرجة الأولى طبعا كان القرار المتعلق بريبر عبد الله أوجلان في عام 2005 عندما تم فسخ قرار الإعدام، وثم طبعا في عام 2005 ثم تكرر الأمر باستمرار الدولة التركية على استبدال عقوبة الإعدام بعقوبة أشد من الإعدام، ألا وهي أيضا الإبقاء عليه رهن السجن في السجن إلى الأبد، بالتلازم مع كافة الظروف المشددة التي يحاسب عليها القانون الدولي لجهة التعذيب والشدة والعنف. وعلى هذا الأساس أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قرارا بخصوص ريبر عبد الله أوجلان في 18 آذار 2014. هذا القرار يتضمن منح حق الأمل، أي كسر هذه العقوبة، نقض هذه العقوبة. ومن ذاك التاريخ واليوم الدولة التركية تتذرع في العقوبات الانضباطية للحيلولة دون استفادة ريبر عبد الله أوجلان من حق الأمل. وكما تعلمون دخل ريبر عبد الله أوجلان مرحلة كانت تعتبر بالنسبة لمقاييس حقوق الإنسان وخاصة مقاييس نظام روما الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية الإخفاء القسري من جهة الدولة التركية بدءا من 25 آذار 2021 ولغاية 23 تشرين الأول 2024. هذه الفترة كلها كان ريبر عبد الله أوجلان مخفيا عن الأنظار، اعتبارا من المكالمة الهاتفية التي حصلت من جهة شقيقه محمد ولم تستمر أكثر من دقيقتين، وانتهاء بلقاء السيد عمر أوجلان كعضو عن حزب دم في البرلمان، ما يسمى بالبرلمان التركي وللأسف الشديد، وليس لا علاقة له بالبرلمان، إلى حين لقاء السيد عمر أوجلان به. طبعا هذا الجرم يعتبر جريمة ضد الإنسانية، واستهداف ريبر عبد الله أوجلان يعتبر أيضا من قبيل الإبادة الجماعية، لأن ريبر عبد الله أوجلان لا يمثل فقط شخصه وإنما يمثل أمة وشعب، إن لم نقل كافة الشعوب المحرومة من الحرية والديمقراطية. وعلى هذا الأساس بدأ عمل لجنة الوزراء لمجلس الاتحاد الأوروبي. هذه اللجنة اختصاصها تنفيذ القرارات الأممية، ونعني بذلك القرارات التي تصدر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تأسست منذ عام 1950 ولتاريخه. هذا الحق لتاريخ الدولة التركية لن تستجب لتنفيذ هذا الحق، رغم أن الدولة التركية استنجدت بريبر عبد الله أوجلان على لسان شريك أردوغان في الحكم في تركيا في 23 تشرين الأول من عام 2024. وأطلق ريبر عبد الله أوجلان ذلك النداء التاريخي في 27 شباط 2025، وهو نداء السلام والمجتمع الديمقراطي. واتخذت حركة حرية كردستان كافة الخطوات التي تشكل تنفيذا
لمطلب هذا النداء التاريخي. ولكن وللأسف الشديد الدولة التركية لتاريخه لم تقدم على أي خطوة فيما خلا الخطوات الشكلية التي تعتبر من قبيل المراسم البروتوكولية الشكلية التي لا تقدم ولا تؤخر ولا تسمن ولا تغني من جوع. طبعا حق الأمل هو مثار نقاش، وهو مثار اهتمام لدى الحملة العالمية التي انطلقت في 10/10/2023 من 74 مركزا على مستوى العالم ولتاريخه. هذا الحق هو جزء لا يتجزأ من مجموع اهتمام، من مجموع ما يشكل مثار اهتمام لهذه الحملة العالمية. كما تعلمون خلال تلك الفترة التي مضت، من جملة ما حصل من نشاط ضمن هذه الحملة تقدم 69 عالما ممن تقلدوا أوسمة نوبل، تقدموا بكتب رسمية إلى رئيس المنظمة الأممية السيد أنطونيو غوتيريش، ولجنتي CPT لدى الأمم المتحدة ولدى مجلس الاتحاد الأوروبي ولدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ. ولتاريخه الدولة التركية لم تقدم على أي خطوة بخصوص منح القادة حق الأمل، هذا الحق الذي تجاوز حدوده الزمنية، لأن ريبر عبد الله أوجلان قد دخل لجهة العمر في العام 78 ولجهة المدة في العام 28. ولتاريخ الدولة لم تقدم على أي خطوة بخصوص حق الأمل. طبعا حاليا الدولة التركية أمام امتحان عسير. أتمنى أن لا أزيد على زميلي من ألمانيا، أترك له الوقت. سنسرد ما تبقى وما يخص حق الأمل تباعا. نعم، سأعود إليك سيد محمد. سأنقل هذه الفكرة أيضا إلى ضيفي الدكتور طارق. دكتور طارق، هل هنالك أي التزامات قانونية على تركيا فيما يتعلق بتنفيذ المعايير الأوروبية المرتبطة بحق الأمل للقائد عبد الله أوجلان والسيناريوهات القانونية الممكنة برأيك خلال المرحلة المقبلة؟ طبعا أستاذ محمد هو قانوني ومحامي، أنا لست مختصا في الحقوق والقانون، لكن بحسب ما اطلعت كما تعلمون تركيا تريد أن تنضم إلى الاتحاد الأوروبي، ومن الشروط التي يعني فرضتها أوروبا واعتبرتها معاييرا على من يرغب الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي هو أن يخضع لما تصدره المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من أحكام، يعني بمعنى أن تلتزم بأحكام هذه المحكمة وتعتبرها أحكاما قانونية ملزمة مثلها مثل يعني المحاكم الوطنية. لكن تركيا لم تفعل ذلك. نرجع قليلا إلى الوراء، يعني في عام 2005 أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قرارا قالت فيه بأن المحاكمة التي يعني حصل عليها وتعرض لها السيد عبد الله أوجلان في تركيا في 1999 لم تكن محاكمة عادلة، لأن أحد أعضاء يعني هيئة المحكمة أحد الأعضاء كان عسكريا، وعليه فإن هذه المحاكمة لم تكن عادلة، لم تكن محاكمة مدنية فيها عضو ضابط يعني عسكري، عضو من الجيش، يعني تعتبر تقريبا محاكمة عسكرية لشخص مدني. لذلك تم اعتبار هذه المحاكمة عام 1999 بأنها غير عادلة. طبعا الأطراف الكردية بنت على هذا القرار وعمدت إلى تقديم مذكرات إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من أجل إعادة محاكمة السيد عبد الله أوجلان، هذه المرة يعني بطريقة أكثر عدالة، يعني أن تكون هيئة المحلفين أو المستشارين يعني القضاة أن تكون مؤلفة من المدنيين حصرا ولا عضو عسكري فيها. لكن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قالت أنها لا تلزم تركيا، أعتقد في عام 2010 أصدرت قرارا أنه هي لا تلزم تركيا بإعادة المحاكمة. وطبعا كما أشار الأستاذ محمد في عام
2014 أيضا أصدرت قرارا تحدثت فيه عن حق الأمل، وأنه يعني هذا حق موجود ومقر به في لوائح الاتحاد الأوروبي، وعلى تركيا التي تريد أن تنضم إلى الاتحاد الأوروبي أن تراعي هذا الحق، لأنه كل سجين سياسي حكم عليه بالمؤبد يجب أن يبقى فقط 25 عاما في السجن. بعد 25 عام لديه الحق في يعني أن يطالب بالإفراج عنها، ويجب أن يفرج عنه، لأن ذلك يعني موجود في القانون ويقولون عنه حق الأمل. طبعا تركيا لم تنفذ هذه الأحكام كلها، مثل ما أشار الأستاذ محمد، يعني ماطلت بأكثر من طريقة وأصدرت قرارات وقالت يعني أن السيد أوجلان لم يلتزم بالقوانين في السجن. كل هذه حجج استندت عليها تركيا لكي يعني تستثني السيد أوجلان من قانون حق الأمل. الآن أيضا هناك يعني رغم عملية السلام هناك تجاهل رسمي تركي لقانون حق الأمل. واضح أن القضية كلها قضية سياسية ولا أساس قانوني وحقوقي لها. يعني تركيا تستخدم هذه القضية كورقة سياسية للضغط على السيد أوجلان والضغط على الجانب الكردي. هي تفاوض بهذه الورقة أيضا، يعني تعتبر إقرارها بحق الأمل الذي هو يعني حق مشروع ومطالب به أوروبيا وأيضا موجود في تركيا. يعني كل السجناء الذين يقضون 25 سنة في السجن يتم الإفراج عنهم باستثناء السيد عبد الله أوجلان. يعني تعتبر هذه القضية كلها ورقة تفاوض. الآن هناك عملية سياسية كما أشار الأستاذ محمد، لجنة برلمانية تمخضت عن يعني هذه العملية، لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية، كتبت تقرير من يمكن 60 صفحة على ما أعتقد. الأمس وزير العدل التركي قال أنه نحن سنبدأ بتطبيق بنود هذه اللجنة. حزب المساواة وديمقراطية الشعوب أيضا موجود في هذه اللجنة وموافق على البنود، يعني عنده اعتراضات لكن بشكل عام كان موافق. أنا أعتقد أنه يعني في المدة القادمة سيكون الإفراج عن السيد أوجلان، يعني تطبيق حق الأمل سيكون من أحد يعني البنود التي سيتم تنفيذها. يعني أحد الشروط الكردية التي لا تنازل عليها هو أن تفرجوا عن هذا الشخص الذي طرح مبادرة السلام والمجتمع الديمقراطي، لا كفاح مسلح، لا مواجهات عسكرية، الأخوة والحل والسلام. فإذا هذا الشخص الذي وضع أسس هذه المرحلة يجب أن يكون حرا، يتاح له الاتصال بالعالم الخارجي ويتمكن من ممارسة دوره يعني بشكل أكثر مرونة لخدمة كل الشعوب في المنطقة. نعم سيد محمد، يعني إلى أي مدى يمكن أيضا أن تؤثر الضغوط الحقوقية والأكاديمية والشعبية وأيضا المسيرات الشعبية التي رأيناها في دفع هذا الملف إلى الأمام برأيك؟ العقبة الأساسية هي المصالح البينية، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو تجارية. من حيث النتيجة هي عقبات، ولكن هذه العقبات لا إن كانت لها أدوار حقيقية وفعلية على أرض الواقع، في هذه المرحلة لن تحقق تلك النتائج التي حققتها في وقت سابق فيما سبق على الحملة العالمية. الحملة العالمية كما تعلمون شعارها الحرية الجسدية لريبر عبد الله أوجلان والحل السياسي للقضية الكردية. نحن في المبادرتين، المبادرة السورية لحرية القائد عبد الله أوجلان ومبادرة المحامين السوريين للدفاع عن القائد عبد الله أوجلان، تقدمنا برسالة وصلت إلى يد الأيادي أو إلى الجهة المعنية بلجنة مجلس الاتحاد الأوروبي، لجنة الوزراء، واستلمت بشكل رسمي وموثوق وبإثبات، استلمت هذه الرسالة. ثم عاقبتها هذه الرسالة بيانا للرأي العام العالمي، تلي هذا البيان في مدينة قامشو. طبعا الدولة التركية الرسمية كانت تتوجس الخوف من انعقاد اللجنة في هذا الوقت بالذات في شهر حزيران، لأن ريبر عبد الله أوجلان في لقائهم الأخير معه
رفع البطاقة الحمراء نعم. وقال آخر، بمعنى الموعد الأخير للدولة التركية الرسمية لجهة ما يتطلب منها من خطوات تنسجم مع النداء التاريخي لريبال عبد الله أوجلان هو شهر حزيران، أواخر شهر حزيران. هنا توجست الدولة التركية الخوف عندما سمعت بأن هذه اللجنة ستعقد اجتماعها بين 9 والعاشر و11 في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، ولا سيما عندما تقدم 82 عالما ممن استلموا جوائز نوبل، تقدموا برسائل إلى رئيس المنظمة الأوروبية، منظمة الأمم المتحدة، وإلى لجان CPT، وبشكل مباشر إلى لجنة الوزراء، وإلى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية. هنا شعرت الدولة التركية بخوف شديد. ماذا فعلت الدولة التركية؟ تقدمت بطلب إلى اللجنة، تقدمت بطلب رفض الاستجابة للقرار الذي صدر من قبل اللجنة. هذا القرار ماذا يتضمن؟ صدر قرار سابق وكان وكانت اللجنة بصدد تنفيذ هذا القرار. مضمون القرار الحكم على الدولة التركية بمبلغ 90 مليون دولار لصالح اليونانيين القبارصة الذين كانوا يسكنون في القسم الشمالي من قبرص قبل احتلال الدولة التركية لقبرص في عام 1974. كيف تمت عملية نهب ممتلكات هؤلاء ومصادرة ممتلكاتهم وتحويلها إلى أسماء تركية، إلى مالكين أتراك، طبعا زورا وخلافا للحقيقة والواقع. وكيف تم تشريد أعداد كبيرة من اليونانيين الذين كانوا يسكنون في القسم الشمالي من قبرص إلى شبه جزيرة كاراباس، فضلا عن اختفاء أعداد كبيرة من أبنائهم ولتاريخه. ولذلك كان الحكم يتضمن 60 مليون دولار لصالح ممن فقدوا ممتلكاتهم، و30 مليون دولار لمن فقدوا أبنائهم ولتاريخهم. وعلى هذا الأساس استطاعت الدولة التركية أن تشغل هذه اللجنة بهذا الطلب، لأنها كانت تخشى بأن الاجتماع المقرر هو بخصوص حق الأمل، وتحديدا لمجموعة غوربان، لأن مجموعة غوربان تتضمن فضلا عن قضية أمين غوربان تتضمن قضية ريبال عبد الله أوجلان. هذه القضية على شكل مجموعة كبيرة، على شكل سلة تتضمن مجموعة قضايا لمحكومين من جرائم الرأي وجرائم لها خلفية سياسية وليست قضائية وليست حقوقية، وطعنوا في قرارات المحاكم التركية، وقبلت هذه القرارات بالطعن في وبنقض القرارات الصادرة عن المحاكم التركية. طبعا كل الشكر لدكتور طارق عندما أشار إلى المحاكمة نعم لم تكن قانونية لعدة أسباب. أولا، الدولة التركية أقدمت على جريمة خطف ريبال عبد الله أوجلان في 15/2/1999، ثم حصلت محاكمة كانت صورية من جهة محكمة استثنائية تسمى محكمة أمن الدولة. هذه المحكمة لم تتوفر فيها شروط الدفاع الحقيقية وفق مقاييس القانون الدولي، وحتى وفق مقاييس الدول الدكتاتورية. ثم عدم انعقاد الاختصاص للدولة التركية. الدولة التركية تعتبر بالمقاربة من هذا الملف الخصم والحكم، لذلك لا يجوز للخصم أن يكون حكما. وعلى هذا الأساس تأكيدا لما تفضل به، المحاكمة كانت
مزيفة، المحاكمة كانت مخالفة لكل مقاييس القانون الدولي. بالعودة إلى ملف حق الأمل، تم إشغال لجنة الوزراء بهذا الملف. طبعا لجنة الوزراء رفضت طلب الدولة التركية. الدولة التركية طلبت إغلاق ملف القبارصة اليونانيين، إلا أن لجنة الوزراء أصرت على الاستمرار على الإبقاء على هذا الملف، والإبقاء عليه على شكل جرح مفتوح. طبعا التأكيد على الحكم، التأكيد على التنفيذ بهذا الشكل الذي ألمعنا إليه. الدولة التركية لم تستفد من ذلك فيما خلا إشغال هذه اللجنة عن النظر في قضية ريبر عبد الله أوجلان ورفاقه السجناء السياسيين. هذه المسألة تذكرنا في هذه العجالة بالعودة إلى قرار مؤقت. هناك قرار مؤقت من لجنة الوزراء، هذا القرار صدر في وقت سابق. طبعا صدر متى صدر؟ في عام 2025، يسمى القرار الصارم. هذا القرار يلزم الدولة التركية على 3 شروط. الشرط الأول إفادة اللجنة بدقة فيما يخص حق الأمل، وفيما يخص تطبيق حق الأمل، وفيما يخص الأسباب التي حالت دون تطبيق هذا الحق ولتاريخه. بيان الأسباب سواء لجهة إملاء القانون الداخلي بهذا الحق أو لجهة التطبيق الفعلي بمعزل عن إملاء هذا الفراغ في الفراغ التشريعي. ثم البند الثالث، الشرط الثاني، تقديم إحصائية دقيقة بكل السجناء السياسيين وعلى رأسهم ريبر عبد الله أوجلان. بيان دقيق، إحصائية دقيقة بالاسم الثلاثي وما هو منسوب إليه وتاريخ الاختطاف أو الاعتقال والنتائج النهائية أو الوضع الراهن لكل سجين. هذا ثانيا. ثالثا بيان السياقات السياسية الداخلية، الوضع السياسي، الحراك السياسي فيما يخص الحراك القانوني، الحراك القائم الموجود فيما إذا كان موجودا أو لا في البرلمان، ما يسمى ببرلمان الأمة التركية. طبعا هذا القانون ملزم للدولة التركية. طبعا في هذا الاجتماع الأخير الذي تراوح انعقاده زمانيا بين 9 و10 و11 من الشهر الجاري، لم يتطرق بشكل فعلي لهذا الملف، لأن ما يخص هذا الملف بالذات غير مقيد وغير مدون لأسباب تتعلق بسرية وخصوصية هذا الملف، وخاصة المخاوف الموجودة لدى مجلس الاتحاد الأوروبي إزاء ممارسات الدولة التركية الاستخباراتية وللحيلولة دون خروقات ربما قد تحصل من جهة الدولة التركية. اللجنة بصدد كل ذلك، ولكن كل هذا لا يفيد، لأن ما تم التنبيه عليه بشكل شفهي وبتنبيه غير محسوس وبالإشارة أن الوقت سينتهي في نهاية هذا الشهر في 30 آذار، بالتزامن مع التنبيه الذي حصل من جهة ريبر عبد الله أوجلان للدولة التركية خلال اجتماعاته سواء في 27 آذار أو في 28 أيار من هذا العام. نعم، سأنتقل إلى ضيفي أيضا الدكتور طارق. يعني دكتور طارق، لو نعود لقراءة رسالة القاضي عبد الله أوجلان حول الإسلام الديمقراطي، يعني عند قراءة هذه الرسالة في سياق أيضا التطور الفكري للحركة الكردية، ما الذي تكشفه عن التحولات التي طرأت على فهم العلاقة بين الهوية والدين وأيضا الديمقراطية؟ طبعا يعني من البداية، وعندما نراجع المرافعات التي تقدم بها السيد أوجلان إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان،
عنوان المرافعات طبعا هي شاملة وتخوض في العديد من المواضيع والأمور الفكرية والسياسية وحتى الدينية والتاريخية، لكن لكي تصدر هذه المرافعات أو الكتب من سجن جزيرة إمرالي إلى العالم الخارجي، كان لابد أن تتوجه على شكل يعني مذكرة دفاع أو مرافعات إلى عنوان محدد، وهو المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. عندما يعني نقرأ هذه المرافعات نجد كيف أنه التركيز دائما يكون على الدين الإسلامي، يعني بوصفه علاقة روحية صادقة وصافية بين الناس، يعني التركيز على الجانب الروحي، جوانب التراحم، جوانب المحبة، جوانب التعاضد، التكافل بين الناس. يعني السيد أوجلان قارئ جيد للتاريخ، وهو يعلم يعني تاريخ الإمبراطوريات السابق، وهو في الرسالة يعني التي نشرها أيضا اليوم أو أمس ربما أنا قرأتها طبعا باللغة الكردية، تحدث عن الإمبراطورية الأموية التي يعني صار هناك تسييس للدين أول مرة، وقال بأنه بقية الإمبراطوريات أو الدول أو السلطات التي جاءت وحكمت الشعوب المسلمة كانت دائما تميل إلى استخدام واستعمال الدين لتوطيد سلطاتها. نحن نعلم يعني كيف أن كل إمبراطورية وكل دولة حتى وإن كانت تختلف بالمذهب والتفسير، يعني سواء كانت إمبراطورية تقوم على المذهب السني أو المذهب الشيعي، سواء كانت إمبراطورية تقوم على التفسير الصوفي أو التفسير السلفي للدين، كل هذه الإمبراطوريات والدول كانت تستخدم الدين، تستخدم الآيات، تستخدم الأحاديث أيضا وتجيرها لمصلحتها. يعني يتم المنادات بحياة الخليفة وبحياة القائد والإمبراطور والسلطان وبتبرير أفعاله سواء كانت يعني حربا أو سلما. كنا نشاهد الآيات والأحاديث التي تبرر لتصرفاته عندما كان يختار طريق الحرب، وتبرر لسياساته عندما كان يجنح إلى السلم، يعني يختار طريق السلام. لذلك هذه يعني تصرفات وهذه الحالة من استخدام الدين وتجيير الدين السيد أوجلان يراها تضر الدين، تحط من شأن الدين، يعني أن تأخذ الدين من هذا المستوى السامي الروحي وتنزل به إلى السياسة وممارسات السياسة، حيث الألاعيب وحيث الخداع وحيث الأكاذيب والحيل. هذا أنت يعني تضر بالدين، يعني تحط من شأن الدين. فسيد أوجلان دائما يقول أنه الدين لا نضعه في مكانه الذي هو موجود يعني علاقة روحية، كإطار روحي، ونحن نمارس السياسة بما يعني تتضمنه السياسة أو بشروطها حسب الزمان والمكان. أما الدين فليكن يعني علاقة روحية، وليكن إسلاما ديمقراطيا يقبل يعني يعترف بالآخر، يقبل كل الاختلافات، يحترم المرأة، لا يقدم التفسير الحربي، التفسير الغزواتي، لا يقدم تفسيرا أخويا في إطار الأسرة الإنسانية. ولذلك هو دائما يعني يشير إلى وثيقة المدينة. وأنا أعتقد أنه السيد أوجلان يعني بما طرحه سابقا وما يطرحه الآن أيضا نجح في تمرير هذه الفكرة إلى الشعب الكردي. الآن نرى مثلا في شمال كردستان وفي أجزاء كردستان الأخرى وفي أوروبا الجاليات الكردية كلها تعتمد هذه الصيغة في يعني الإسلام الديمقراطي الذي يقبل الآخر. وعليه مثلا في أوروبا وفي ألمانيا، يمكن في ألمانيا هناك أكثر من 1.5 مليون كردي. أنت ترى الجالية الكردية المسلمة في ألمانيا هي الأكثر قبولا للآخر، يعني الأكثر تسامحا، هي الأكثر تمسكا بالعلاقات الطيبة، غير متطرفة، لا كراهية للآخر بينها، لا تحرض على العنف، تقبل كل الناس. فهذا هو الإسلام الديمقراطي الذي يعني نجح السيد أوجلان في ترسيخه في أذهان الكرد المسلمين. فلذلك
مهم جدا، ليس فقط بالنسبة للكرد ولا لبقية الشعوب التركية والعربية والفارسية في المنطقة، بل لكل العالم. مهم جدا هذه الفكرة أن يكون الإسلام ديمقراطيا في تعامله مع الآخر، وأن يبقى في المكانة السامية الروحية التي هو فيها، ولا يتم السماح بأن يعني ينزل به إلى مجال السياسة، حيث يعني البازارات والمقايضات والخداع والحيل التي يمارسها السياسيون وتمارسها السلطات كما نراها كل يوم، خاصة الأنظمة التي تقوم على الكهنوت الديني، تقوم على الإسلام السياسي. نرى هذه الأنظمة، يعني انظر حولك في تركيا، في سوريا، في إيران، في العراق، يعني كلها أنظمة تقوم على التفسير الديني، أحزاب تقوم على التفسير الديني، وهي تتصارع على السياسة وعلى البرامج وعلى الانتخابات وعلى الكراسي، وتستخدم الآيات وتستخدم الأحاديث في غير موضعها، يعني تبازر عن طريق الدين، تستخدم الدين، تستغل الدين. لذلك السيد الجلال يرفض مثل هذه الأمور، وهو طبعا هو لأنه يحترم الدين الإسلامي، فلذلك يعني يضعه هذا الموضع السامي الروحاني، ولا يقبل أن ينزل به إلى مجال السياسة اليومية. نعم، انتهى وقت البرنامج. أشكرك جزيل الشكر الدكتور طارق حمو، باحث في المركز الكردي للدراسات، كنت معي من ألمانيا. شكرا جزيلا لك. كما أشكر ضيفي في الاستديو السيد محمد أمين النعيمي الناشط الحقوقي. سيد محمد، كل الشكر على ما تفضلت به من معلومات حول قضية القاضي عبد الله أوجلان. ولكم الشكر الأكثر، وبيننا وبين 30 من هذا الشهر أيام معدودات، وستكون النتيجة إما الإفراج الحقيقي، الحرية الجسدية الحقيقية لريبر عبد الله أوجلان، أو ظهور ما يضر المستقبل التركي وفق المنظور الرسمي للدولة التركية. شكرا جزيلا لك. نعم مشاهدينا، والشكر موصول لكم على حسن المتابعة. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة الخاصة. دمتم بخير.